بغيتي شي وصفه اللي تنفعك في هذا البرد هذا، يعني ما توقفش مده طويله، حضري هاد جوج ديال الفطائر يعني في وقت وجيز، بطريقه جد مختصره وسهله بالخصوص للمبتدئات. اذا بغيتوا ان شاء الله شي حاجه كده اللي تكون عمليه بالخصوص المعيقات اللي ما كيقدوش يوقفوا مده طويله في المطبخ، فهاد الوصفه هذه ليكم. دائما كنحاول نشارك معكم الوصفات السهله والسريعه وفي نفس الوقت تكون ناجحه ولذيذه. ضروري المذاق يكون حاضر. لاحظوا ما شاء الله هاد الفطائر كيشهيو، جربوهم بعينيكم مغمضين. فإذا بغيتوا تعرفوا المقادير وطريقه التحضير ما عليكم الا تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. ولا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشجعوني بلايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب، وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نبداو ان شاء الله في تحضير فطائر سهله وبحجم عائلي. اول حاجه الحشوه. في مقلاة كنضيفوا القليل من زيت الزيتون، زيت العود. كنضيفوا زوج حبات ديال البصله متوسطين، وحبه ديال الفلفله خضراء وحبه ديال الفلفله الحمراء. كنرش عليهم شويه المليحه. بطبيعه الحال كنديروا الزيتيه الاولى، كنخلطوهم وكنخليوهم يطيبوا حتى كيبداو يتعسلوا لينا. هذا هو السر ديال اللذه ديال اي حشوه، خاصكم تخليو الخضره تتعسل مزيان. انا هنا قبل ما تكمل الطياب ديالها، لانه غادي ندير اللحوم وغادي ندير ستر ديال الدجاج، غادي نخلي يعني قبل ما طيب عاد غادي نضيف ستر الدجاج باش تزيد ديك الخضره طيب ليا مع ستر الدجاج. كنضيف كميه من ستر الدجاج، كتبقى الكميه على حسب الرغبه. عندي قزبر ومعدنوس، واحد ملعقه كبار. عندي شويه ديال معلقه صغيره ديال التحميره اللي هي البابريكا، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار والحر او الهريسه الحاره، واحد راس معلقه صغيره ديال السكينجبير او الزنجبيل. وعندي هنا واحد جوج حبات صغار ديال الثومه فرمتهم في ديال الثوم. وكنضيف نزيد شويه ديال زيت الزيتون. فين يلقى يطيب لي داك الدجاج صافي كنطيبو غير في الوسط حتى كيطيب ليا وكيبدا يتحمر، عاد كنخلطو مع باقي المكونات اللي هي الخضره. ندوزو مباشره بعد ما وجدنا الحشوه غادي ندوزو للعجينه اللي كنحتاجو فيها. واحد 4 الكيسان ديال الفرص الدقيق الابيض ما يعادل 400 غرام. وكنضيفوا كاس ديال الفينو او السميد الناعم قيس العنبه ما يعادل تقريبا واحد 100 غرام. ملعقه صغيره من نصف ملعقه صغيره من خميره العجين حبيبات، او عمرو او ديروا ملعقه صغيره ممسوحه. كنضيف معلقه ديال العسل ومعلقه ديال الملحه صافي. وكنجمعوا العجينه ديالنا بالماء الدافئ. بالنسبه للملحه ديروا غير معلقه صغيره، ما تكثروش بزاف. والعسل غير باش كتحمر لينا العجينه. ممكن تعوضوها بمعلقه ديال العسل بمعلقه ديال السكر. كنجمعوا العجين ديالنا، كنضيفوا الكاس الاول والكاس الثاني. العجينه كتكون كتلصق باليدين واحد شويه، خاصها تكون خفيفه شويه ما تكونش يعني قاصحه، باش هذاك الفطائر يكونوا فشفشين. بالنسبه لهاد الفطائر انا مانيش نخليهم يختمروا، يعني السر ديال النجاح ديالهم الا بغيتيهم يجيوكم يعني رقاقين ما كتخليهمش يختمروا. بغيتيهم يجيوكم بحال البطبوط كتخليو العجينه تختمر. انا العجينه اللي ندلكها مزيان حتى كترجع مطاطيه بهذا الشكل هذا. ممكن تدلكوها فيما بغيتو في العجانه بيديكم، او توضعوها في واحد البلاستيك وتسدوا عليها واحد 15 دقيقه هكاك او 10 دقائق باش ما تختمرش. وهذا هو القوام ديال العجين، خاصو يكون خفيف بهذا الشكل. كندهنوا العجين ديالنا بالزيت وغادي نخليوها غير ترتاح. كما قلت لكم ما غاديش نخمروا العجينه ديالنا، لانه بغيت يجيوني داك الفطائر رقاقين بحال يجيني العجين ديالهم او الخبز ديالهم بحال الخبز العربي او الخبز ديال الطاكوس. صافي غادي نخلي العجين ترتاح لي غير واحد 5 دقائق 6 ديال الدقائق هكاك ماكسيموم. كنحاولوا نجمعوا عاوتاني بهذا الشكل. وغادي نقسموا العجين ديالنا على زوج، وكل كريسه عاوتاني غادي نقسموها على زوج. انا هاد العجينه غادي نخرج لنا واحد الكريسه صغيره وبغيت نعمرها صافي. ديك ما داخلاش في الوصفه. غادي تتبعوا معايا المراحل. كناخذوا الكريسه الاولى كنغطسوها هكذا في السميده في الفينو عفوا السميد الناعم، وكنبداو نرشوا عليها الفينو. وغادي نطلقوا العجين ديالنا مزيان حتى ترقق تماما. هذا هو السر باش كيجيوكم داك الفطائر رقاقين وما كيجيوكمش يعني مبطعين. بالنسبه للناس اللي بغاوهم يجيو بحال الشكل ديال البطبوط فماشي مشكل، كتخليو العجين ديالكم تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها وكتبعوا نفس المراحل. يعني كيكون الاختلاف فقط في الاختمار. انا كما قلت لكم العجينه ماشي نخمرها لانه بغيت فطائر يجيو بحال الشكل ديال الطاكوس.
كنطلق العجينه ديالي مزيان بالاستعانه ديال الفينو السميد الناعم والمدلك، باش هكذا كنتاكد بان العجينه ديالي رقاقت ليا مزيان. كناخذ الورق ديال الفرن. يعني هاد الطريقه او هاد التقنيه كنشاركها معكم بخصوص الاخوات المبتدئات باش يتحكموا في العجينه ديالهم كيف ما بغاو. كناخذ داك الحشوه كنقسمها على جوج، نصف الكميه كنديرها في هاد الفطيره الاولى، والنصف غنديرو الفطيره الثانيه. غادي ناخذ غير واحد شويه ديال الحشوه اللي غادي ندير في داك الكراسه اللي قلت لكم في الاول حيدتها من العجينه. ما بغيتش نبينها لكم باش ما ندوخكمش. صافي كنوزعوا الحشوه بهذا الشكل. هاد الحشوه راه كتجي بنينه. غنزيد عليها شويه ديال الفرماج الاحمر او الجبن ديال الموتزاريلا. شوفوا كيف كنستفوا هذا، ولات العجينه ما شاء الله ناجحه. انا غادي نحط هاد الطرف اللي معمر نحطوه على في الجانب، وغادي ندوز نطلق الكريسه الثانيه اللي غادي نغطي بها داك الحشوه. بنفس الطريقه غادي نطلقها. كنستعن بالفينو لانه العجينه كتلصق، ضروري خاصها تكون كتلصق باش تعطيكم نتيجه اللي تكون مرضيه. صافي كنطلقها بنفس القياس تقريبا، قل شويه عفوا بنفس القياس اللي طلقنا الاولى، لانه غادي نحاولوا نلمطوا بها كما كنقولوا. غادي نحاولوا نجمعوا بها هذه الفطيره هذه. كما قلت لكم غادي ندير واحد الكميه من الفرماج الاحمر او الجبن ديال الموتزاريلا. كما كنعاود لكم دائما كيعجبني الفرماج الاحمر، نوعيه جيده. صافي غادي ندير واحد الكميه باش يجيوني هكذا من الداخل معلكين بحال الشكل ديال تاكوس. انا ما كنت باغا ندير معكم حتى واحد الصلصه يعني واحد لاصوص بلونش، ولكن في حتى اخر لحظه قلت ما نكثرش عليكم قوه المكونات. اللي بغات تزيد شي صوص هكذا من الداخل فراه ممكن تزيدها. صافي كنجمع الجناب ديال العجينه ديالي كيف واضح في الفيديو، يعني الفيديو راه موضح نفسه. وكنحط داك العجينه فوق من الحشوه مباشره وكنلمطها هكا بهذا الشكل. ما تخافوش راه كطيب كتجي مقاده وكتجي. راه نتوما تكونوا شاهدتوا هادشي في بدايه الفيديو. فاش كنجمعوا الجوانب كنعاودوا نقرصوا داك الجوانب باش ما كيجيوناش غلاط، وفي نفس الوقت باش كتفينا الفطيره كتجي مفينيه مقاده على شكل مستطيل. صافي راه ممكن طيبوا غير في المقله العاديه اللي كانت عندكم كبيره. طيبوا في المقله العاديه ديال ديك الثقيله، ماشي ضروري ديروا هذا البانيني. وممكن طيبوا في المقله العاديه واحد شويه قبل ما يتحمروا ترجعوا ديروهم في البانيني. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لك يعني العجينه هكذا ما كطيبش في البانيني، راه البانيني كان نوعيه جيده وكان كيطيب مزيان. راه بالعكس كطيب مزيان العجينه وكتجي مقرمشه من برا ومن داخل الفتيه. يعني شحال من مره طيب البطبوط هكذا في هذا البانيني، هو اصلا درجه الحراره ديالو كتكون ما شاء الله مرتفعه، فراه ملي كتحكموا فيها الا بغيتو ديروا درجه متوسطه. انا كنبقى نتحكم في البانيني كنشوفو سخن بزاف كنبدا نقلل هكذا شويه باش كيطيبوا ليا الفطائر. يعني كنطيبهمش ما كيتخطفوش. بالنسبه للناس اللي كيخافوا يقولوا راهم كيتخطفوا من برا ومن داخل كيبقاو خضر، لا بالعكس كنتحكم درجه الحراره ديال البانيني وهكذا كيطيبوا ليا الفطائر مزيان على خاطرهم من الداخل ما كيبقاوش يعني خضر نهائيا. لان هذا السؤال يعني تطرح لي السؤال بزاف هكذا في الوصفات اللي بهذا الشكل. صافي هذه حتى الثانيه الفطيره الثانيه غادي نشكلها بنفس الطريقه اللي واضح في الفيديو. كما قلت لكم بالنسبه للاخوات اللي كيخافوا ما يطيبوش هاد الخبيزات او الفطائر مباشره في البانيني، راه غير الطريقه ديال الطيب خاصها تكون صحيحه. يعني ما خصكش الا كان البانين ديالك كتحكمي بدرجه الحراره ما خصكش طيبو مع درجه الحراره مرتفعه. خاصك تكون درجه الحراره شويه متوسطه، ماشي متوسطه بزاف. المهم ما تقلوش باش ما يبسوش لكم الفطائر. وكيطيبوا الفطائر على خاطرهم من الداخل ومن برا حتى كيبداو يتحمروا ويوصلوا لدرجه ديال التقرمشه، عاد كتحيديهم من اله البانيني. وكما قلت لكم بغيتو تفاداو هاد الخطوه هادي غادي طيبوهم غير في المقله الوجديه. المقله ديال الوجده ديك الثقيله اللي معروفه عندنا في المغرب، او اي مقله عندكم مولفين كطيبوا فيها المسمان او الحرشه. يعني غادي يكون الاختلاف فقط في داك الخطوط ديال اله البانيني. هنا في غادي يكون الاختلاف. وممكن طيبهم في المقله عاد طيبهم في اله البانيني. صافي هنا من بعد ما شكلتهم حتى كنشكلهم بجوج وكندوزو مباشره كنسخنوا الاله البانيني ديالنا. كندهنها بشويه ديال الزبده، كتبقى اختياريه. ممكن ندهنوا غير شويه ديال الزويته او ممكن تخليهم هكذاك ناشفين.
صافي. وكنقلب داك الورق، كنقلب داك الفطيره بهذا الشكل، وكنحاول نقادها فوق الاله البانيني. نسيت ما قلت لكمش انا في الاول قبل ما نقطع داك الورق ديال الفرن راه عبرت القياس ديال الاله البانيني باش يجيني قياس مقاد، ما تجينيش الفطيره كبر من، الا جات صغيره ماشي مشكل، المهم خصها تجي كبر من الاله البانيني باش هكذا طيب كلها. انتم لاحظوا شحال وانا راني شاعله عليه وكيطيبوا على خاطرهم، يعني ما كنزربش عليهم في الطياب. كنخليهم حتى كيبداو يوصل لهم الطياب لداخل وكيبداو يتحمروا من برا، ومن بعد ما كيتحمروا كنخليهم حتى كيوصلوا درجه ديال التقرمشه، كيبداو يتقرمشوا عاد كنحيدهم من الاله ديال البانيني. وما شاء الله كيطيبوا مزيان. يعني الا كان عندك البانيني نوعيه جيده فما تخافيش راه كيطيب مزيان. كان عندك يعني ما كيبرد بزاف حتى هذا راه كيتصدفى ليا انا، راه كيتصدفى فاش كيوصل لواحد درجه الحراره ضروري باش ما هاد التقنيه كتكون كاع في التشي ديال الضو باش ما كيتحرقلكش ديك الاله اللي كطيبي فيها. صافي طيبت الاولى غادي نخليها هكاك، والثانيه غادي نزيد لها واحد الاضافه ديال الفرماج من الفوق. كتبقى مساله اختياريه، ممكن تكتفيو غير بداك الفرماج اللي لداخل. صافي هذه حيت ما رشيتش الفينو فوق الورق ديال الفرن شويه تلصقات لي، ولكن نتوما كي كتلاحظوا راه ما تقطعاتش، مشيت معها غير بسياسه بيديا. هانتوما كيف كتلاحظوا يعني حتى ديك الجهه اللي من التحت اللي جايه فيها العجينه يعني باينه ما شاء الله جات مفينيه الفطيره. الشكل ديالها زوين، تقطعوها بهذه الطريقه هذه او قطعوها باي طريقه كتفضلوا، تجي بحال الشكل هكذا ديال الطاكوس. هي بطبيعه الحال ما عمرتهاش بزاف، هي جات عامره القياس اللي تكل هكاك زوين، ولكن الطاكوس بطبيعه الحال كيكون عامر اكثر لانه الطريقه باش كيتخدم هو كيصلح يتعمر مزيان. هادو الا عمرتهم اكثر من القياس غادي يبداو عاوتاني يطرطقوا. اللهم درت غير القياس اللي غادي يجيو زويون. صافي هنايا هذه كما قلت لكم غادي نزيد لها واحد الاضافه اللي كيحمق على التعليكه، زدت لها الفرماج الاحمر وغادي نزيد رشيشه ديال القزبر والمعدنوس من الفوق. صافي وغادي نهز انا عندي هاد البانين، هاد الاله البانين كتهز هكذا واحد الدرجه واحده اخرى باش الا بغيتيو غير تذوبوا هكذا شي فرماج. صافي هزيت هكذا البانين الفوق وخليت داك الفرماج يذوب ليا. في هذه المرحله ممكن بغيتو تدخلوا الفران تذوبوا الفرماج، او ممكن تخليو داك الفرماج يذوب غير بداك الحراره اللي في داك الفطيره، ماشي ضروري ديروا هذه المرحله هذه. صافي غادي نقطع معكم باش نوري لكم التعليكه ديال هذه الفطيره. ما شاء الله انا متاكده ان شاء الله اذا جربتوا غادي تبدلوا هكذا بها هكذا الوصفات ديالكم، وليداتكم غادي تعجبهم بزاف. بنينه لا الحشوه ولا العجينه هي ناجحه. وشكرا لكم على المشاهده، وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. تهلا فاتكم بزاف، ما تنساوش من الدعوات ديالكم، ولا يخليكم عليا. مع السلامه.